من كان يشعر بالشقاء فهذا هو العلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا الإنسان بيشعر بالشقاء في حياته، وقد يصل إلى مرحلة صعبة جدا ممكن توصله عياذا بالله للاكتئاب الشديد أو المرض النفسي عياذا بالله. فأعظم علاج للتخلص من الشقاء يتلخص في تلك الخطوات الآتية. رقم واحد: الاستعانة بالله الذي هو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الاستعانة بالله والدعاء خصوصا في جوف الليل أثناء السجود. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على عباده ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. بل ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. فقيام الليل من أعظم أسباب السعادة وتفريج الهموم والكربات بفضل الله. رقم اتنين: كثرة الاستغفار، لأن ممكن الإنسان يتسلط عليه الهموم والغموم والبلاء بسبب الذنوب، فإن أكثر من الاستغفار زالت الذنوب وخلي بينه وبين السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة حبايبي: كثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله من أعظم أسباب تفريج الهموم والكربات. فقد ورد عند الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة؟ يعني قال له: أنا في وقت معين مخصصه للذكر والدعاء، أجعل لك فيه قد إيه من الصلاة عليك؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أنت المستفيد الأول. قال: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فضل بقى يتدرج، طب التلت، طب النص، طب التلات ارباع. في الاخر قال له: اذا اجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. رقم أربعة، ودي اخر حاجة من ضمن اسباب زوال الشقاء واسباب السعادة: بر الوالدين. نعم ورب الكعبة. قال سيدنا عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالذي يعق والديه يكون جبارا شقيا، والذي يبر والديه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان إذا بر والديه يكون ذلك سببا في سعة الرزق وطول العمر، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. أما من عق والديه فهذا لا يقبل منه أي طاعة ولا أي عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة: العاق والديه، الذي يعق والديه. إذا يا أحبابي، بفضل الله من كان يشعر بالشقاء فعلاجه في الاستعانة بالله وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.